جوه صندوق من الصناديق، ولما بيخرجوا بيلاقوا نفسهم وصلوا لباريس. وبيفضل الاتنين يتمشوا في شوارع باريس وهم منبهرين من جمالها. ولما فيليسي بتسأل فيكتور عن مدرسة الرقص بيقول لها إنه ما يعرفش مكانها، لكنهم ما ينفعش يتخلوا عن أحلامهم ولازم يوصلوا لها. فبتسأله إذا كانت مجنونة علشان حلمت إنها في يوم من الأيام ممكن تبقى باليرينا. بس لما بتبص حواليها ما بتلاقيش فيكتور، وبتكتشف إنه وقع في مركب ماشية في النهر، وبيقول لها إنه ما بيعرفش يعوم، وبيتفق معاها إنها لازم تقابله بكرة عند الجسر ده في نفس الميعاد. فبتمشي فيليسي وبتفضل تلف في شوارع باريس لوحدها لحد ما فجأة بتلاقي قدامها مدرسة الباليه اللي هي كانت بتدور عليها. فبتجري عليها وهي مش مصدقة نفسها، وبتدخل المبنى وبتكون منبهرة من فخامته. وبعدها بتدخل أوضة التدريب لما بتسمع صوت الموسيقى طالع منها، وهناك بتشوف باليرينا وهي بترقص وبتقعد تتفرج عليها لحد فجأة ما بيظهر الحارس وبيمسكها، وبيبقى فاكرها حرامية. فهي بتحاول تشرح له وتقوله إنها مش حرامية،